اللي طالع بقى يحلو ويقول لك منتخب مصر كان منتخب بنين 3-1 بالعافيه. يعني مروان عطيه وياسر ابراهيم وابو صلاح جابوا 3 اهداف غصب عنهم. الناس طالعه تحلو تقول لك اصل منتخب مصر بيلعب اكسترا تايم مع منتخب بنين. اصل منتخب مصر، هو انت بتقلل من شأن منتخب صعد معاك لدور ال16؟ ما هو بالعقل برضه وبالمنطق. اللي وصل منتخب بنين اتعادل ما اتعادلش، بيكسب ما بيكسبش، بيلعب ما بيلعبش، الفريق عنده طموح والمنتخب عنده طموح زي ما انت كمان عندك طموح. فبالتالي امبارح ان احنا نكسب ونصعد لدور الثمانية مش صدفة. وما تقوليش المباراة ما كانش فيها يعني لعب ولا اداء ولا فن، ولا ما تكلمش من الناحية الفنية ابدا. اتكلم من ناحية ان انت بتقابل منتخب عنده شعب زيك بالظبط، ومنتخب عنده روح عالية زيك بالظبط، ومنتخب عاوز يصعد زي ما انت عاوز تصعد بالظبط. فمحدش يطلع يقول احنا كسبنا منتخب بنين بالعافية. لا، احنا كسبناهم بالعافية لان احنا عندنا روح وهم كمان عندهم روح. احنا الحمد لله يا جماعة هناخد البطولة بإذن الله وبفضل من ربنا سبحانه وتعالى. بس ما احبش الاقي واحد كاتب لي كده في التعليقات يا حبيبي ده احنا كسبناهم بالعافية. ده كابتن حسام حسن ما عندهوش اي لمسة فنية في الملعب، ده اللعيبة بتلعب بمزاجها. ده ما مروان عطيه الكرة جات له بالصدفة شاطها زي ما تيجي، ده ياسر ابراهيم مش عارف ايه، ده محمد صلاح طالع يقول احنا اللعيبة كلها محلية. يا باشا احنا كسبنا وهنكسب المباراة القادمة بإذن الله بأداء اللعيبة وبفن كابتن حسام حسن.